هتندموا لو ما عملتوش الفراخ بالطريقة دي على العيد. شايفين يا جماعة طريقتي يا جماعة هتخلّي الفراخ لونها جميل أوي من برّه، من جوّه juicy وحلوة وكمان طرية وزي العسل زيكم كده. يالّا بقى قولوا لي سلِّم إيديك عشان بانزّل لكم وصفات كتير وما بقيتوش تتفاعلوا. وحشتوني أوي. يالّا بقى عشان أتشجّع وأنزّل لكم وصفات العيد. أول حاجة كده عندي فرخة متربية، باجيبها كده تكون يعني تربيتها تربية صالحة، وبعد كده باعمل بقى إيه، حاجة مهمة أوي. هتعمل إيه، بابدأ أدخّل صباعي كده من تحت الجلد، يعني بين الجلد وبين اللحم. شايفين يا جماعة؟ طيب ليه بتعمل الحركة دي؟ علشان أنا عايز التتبيلة اللي أنا هاعملها النهارده توصل للحم جوّه بتاع الفراخ، عشان في ناس بتقول لمّا باعمل الفرخة كاملة جوّه بتبقى طعم ومن برّه طعم. أنا بابدأ كده إيه، أدخّل صباعي بين اللحم وبين الجلد، وبابدأ أعمل كده شُرَط صغيّرة خالص في اللحم بتاع الصدر بتاع الفرخة، وباعمل التتبيلة. عندي كده بصلتين كبار مبشورين، وعندي كمان ربع كوباية من اللبن، ممكن أخلّيه زبادي بدل اللبن، معلقة كبيرة من الصلصة، ممكن بدل الصلصة طماطميتين مبشورين، معلقتين كده حلوين من الكاتشب بيدّوا طعم حلو جدًا يا جماعة. ويالّا بقى إيه، نحط شوية من زيت الزيتون، ولو ما عندكوش ممكن تستخدموا الزيت العادي. شوية توابل، عندي شوية من الملح، وكمان الفلفل الأسود، شوية من البابريكا المدخنة، وكمان هنحط 7 بهارات ورشة حلوة كده من الكاري. والكاري هنا بقى بيدّي طعم حلو جدًا للفراخ. بجد الكاري بقى مع الصلصة والكاتشب والحاجات دي بيدّي طعم حلو أوي. وكده التتبيلة بتاعتنا جاهزة. هات بقى الفرخة المتربية بتاعتكم ويالّا بقى بينا نحط التتبيلة جواها. عايز أقول لكم إن كل ما التتبيلة تقعد في الفرخة، كل ما الفرخة هتبقى طعمها حلو. يعني مثلًا لو هتعملوها على العيد ممكن تتبلوها يوم الجمعة العظيمة وتسيبوها كده إيه بقى، يعني تسيبوها وقت حلو كده 24 ساعة حلوين، وتسوّوها يوم السبت بالليل. بُصّوا يا جماعة الفرخة بابدأ كده إيه، عند الدبابيس كده بابدأ كده يعني أدخّل كده كُلّه في بعض عشان الفرخة بتاعتي تطلع حلوة. وممكن تعملوها محشية. عندي بقى بصلاية حلوة كده لونها أحمر، بابدأ كده إيه أقطّعها جوليان زي ما أنتم شايفين، وبابدأ آخُد البصل بتاعنا وأحطّه في الصينية. ويا سلام لو عندِك رشة سُمّاق بتدّي بقى البصل، يعني بتاخد البصل في حتّة تانية. وخدت كمان كده رشّة بسيطة من الملح، وبدأت أدعك السُمّاق مع الملح مع البصل، وحطيت الفرخة بتاعتنا فيها. ويالّا بقى بينا نحط باقي التتبيلة. أنا الصينية بتاعتي مش بتلزق فما حطيتش أي مَيّة. لو أنتم بقى عايزين تحطّوا مثلًا ربع كوباية مَيّة في الصينية بتاعتكم ما فيش مشكلة. طيب أنا باغطّيها بورقة فويل. طب لو أنتم ما عندكوش ورقة فويل بتغطّوها عادي بورقة زبدة ومن فوقيها ورقة فويل. تمام. بُصّوا يا جماعة بادخّلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي ساعة وربع لساعة ونُص، بتطلع بالطريقة الحلوة دي. بعد أول ساعة باشيل بقى إيه ورقة الفويل واسيبها بقى إيه تكمّل سواها براحتها. بُصّوا يا جماعة الدبوس دايب دُب وجميل وزي العسل. يالّا بقى قولوا لي سلِّم إيديك. ويالّا بقى حتّة الهبرة أو الهبشة اللي أنا باعملها دي، شايفين الصدر جميل إزاي؟ كان لازم أعيدها لكم. كان معاكم شيف أبانوب.